ما عاد أثق في أحد أبد. لي قلب بالإحساس مات، اللي رحل واللي جحد خانوا جميع الأمنيات. أحب أقول لكم نقطة مهمة يا متابعين سنابين، ترى مو معناته إذا قلت بوح فراق وعتاب وإني أنا حزين وإني أنا أقصد أحد، هو مجرد بوح فقط. وكثير من الناس يطلبون مني قصائد عتاب وفراق وتلبية لطلباتهم، ما أحب إني أرد أحد، وبعيد الحزن عنكم يا رب. ولاحظت حاجة مهمة يعني في قناتي في اليوتيوب، أكثر شيء استماع ومشاهدة هي للقصائد البوح وللعتاب والفراق. لماذا أنتم كذا حزينين؟ على فكرة ترى الحزن عمره ما يفيد الشخص. أنت ما خلقت في هذه الدنيا عشان ترضي أحد أو أنك تصاحب أحد، أو إذا فرق خلاص تتعب تحزن. الدنيا دائما كذا تتغير واصدقاء دائما. وأنا ما أقول لك كذا حتى أنك تسحب على الناس وما تصاحب أحد. خلاص الموضوع أنك أنت لا تهتم ولا تبالي اللي يفارقك. عمر الحياة ما وقفت عند شخص واحد أبدا. وعلى فكرة أجمل الصداقات هي صداقة الشخص لذاتك، اللي يحبك كاسمك وشخصيتك وعاطفتك وأخلاقك، مو يحبك عشان شيء معين معك ياخذه ويمشي. من وجهة نظري أشوف الاحتكاك مع الناس في هالزمن هذا أصبح صعب، يجيب لك الهم والمشاكل وأمور أنت غني عنها. وعلى قول عمر بن الخطاب: خذوا نصيبكم من العزل.